يا صباح الفل، وحشتوني جدا جدا. بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، وتحديدا من ساعه ما كانت النيسان الصني ب 190 الف جنيه قبل ما توصل ل 400 الف جنيه، ومن ساعه برضو ما كانت الام جي ب 280 ده قبل ما توصل ل 500 الف جنيه، وده طبعا اكيد قبل ما الفئه التيبو توصل لحد 600 الف جنيه. عشنا مع بعض ايام كده لما كان حد بيسالني يقول لي ايه هي افضل عربيه ممكن تجيبها ب 250 الف، كنت بقعد اقول له سيبك من العربيه دي وهات دي، والعربيه دي مش قيمه مقابل سعر، والعربيه دي قطع غيار غاليه، لحد ما وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي ان مفيش ولا عربيه بقى قيمه مقابل سعر، مفيش ولا عربيه تستاهل قيمتها. لكن دايما السؤال اللي بيتسال في الفتره دي وحتى في الفتره اللي فاتت، اشتري عربيه دلوقتي ولا استنى؟ وهل فعلا العربيات هترخص الفتره اللي جايه ولا لا؟ ومين اللي صح، اليوتيوبر اللي بيقول اشتري ولا اليوتيوبر اللي بيقول ما تشتريش؟ كل ده هنعرفه في الحلقه دي. بس طالما وصلك الفيديو لازم بقى تنزل تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو مش مشترك، ولازم تفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد من عندنا اول باول. انا محمود عاشور، وتعالى نرجع بقى نتكلم تاني على سوق العربيات في مصر وايه الصح اللي المفروض تعمله في الوقت ده. يلا بينا. Preview. طيب تعالى نبدا الاول باول سؤال بيتسال والناس كلها بتساله لبعض: هل اسعار العربيات هتنزل؟ هل اسعار السيارات في مصر هترخص؟ انا وجهه نظري، وطبعا خليك برضو مقتنع ان مفيش حد عنده معلومه اكيده، مفيش حد بيطلع على الغيب، حتى خبراء الاقتصاد اللي كانوا قارفيننا الفتره اللي فاتت بان الدولار هيرخص والدولار هيرخص وهينزل، كل الكلام ده طبعا طلع في شنك والدولار عالي زي ما احنا شفنا. فمفيش حد معاه معلومه اكيده، لكن انا بتكلم كتوقع شخصي او كرأيي. هل اسعار العربيات هترخص؟ طبعا لا. هل انت عمرك سمعت عن سلعه في مصر غليت وبعد كده رخصت؟ هل عمرك شفت عربيه غليت وبعد كده رخصت؟ اللي بيحصل كله ان التاجر بيبقى حاطط اوفر برايس على العربيه، ولما بيلاقي فيه ركود بينزل الاوفر برايس ده شويه، تمام. لكن حته ان سعر عربيه او سعر العربيه في السوق بعد ما يغلى ويضرب في الرقم ده، احنا هنا بنتكلم على نيسان صني وصلت 400 الف، هل العربيه دي تستاهل الرقم ده؟ طبعا لا. طب هل في امل ان انت سعر العربيه دي يرجع تاني 250 الف؟ لا طبعا. انت اصلا كنت واقع مع ناس كانت بتغلي عليك العربيه وبتحط لك اوفر برايس على العربيه في الوقت اللي كانت العربيه مش مكلفاها حاجه، ما بالك بقى في وقت الازمه؟ عشان كده لو انت قاعد ومستني ان العربيات ترخص، استنى براحتك، بس انا وجهه نظري مفيش حاجه بترخص. طيب هل معنى كلامي ده ان انا بقول لك انزل اشتري دلوقتي عربيه؟ طبعا لا. باختصار شديد جدا، هل انت محتاج عربيه؟ لو انت معاك عربيه والعربيه دي ممشياك حتى لو موديل قديم، فهي كده كده ماسكه سعر، يعني انت ما تخافش، يعني ما تقولش انا عايز ابيعها النهارده عشان ما اخسرش فيها. مفيش حد يخسر في عربيات. العربيه طول ما هي معاك هي ماشيه طبقا لسعر السوق، يعني مستحيل عربيتك مثلا توصل في المستعمل ل 300 الف وانت مثلا هتبيعها ب 200، لا، انت هتبيعها برده طبقا لسعر السوق. عشان كده انا بقول لو انت العربيه اللي معاك ممشياك ما تبيعهاش، لانك انت هتروح تشتري عربيه جديده زيرو، لا ليها قطع غيار، وقطع غيارها لو موجوده غاليه جدا. يعني انا مثلا احكي لك على موقف كده صغير جدا. انا جات لي في المركز عربيه هيونداي بايون، العربيه دي المفروض ان هي موديل 22. العربيه دي جات لي حادثه، ملهاش مسمار، التوكيل ذات نفسه بيقول لي العربيه دي مش هتلاقي لها حاجه. انا بقى لو انا مثلا معايا عربيه مستعمله والعربيه دي شايلاني، مثلا عربيه مثلا نيسان صانيا، عربيه الينترا، عربيه يعني ايا كان موديلات اللي هي قبل 2017 2016، فالعربيه دي كويسه جدا ومحترمه جدا، كفايه ان انت هتلاقي لها قطع غيار. احنا بنعاني، او انا ذات نفسي في المجال بتاعي، مجال السمكره والدهان او مجال التجديد عموما، بعاني جدا لما بيجي لي اي عربيه جديده، لاني عارف ان انا هروح اسال على الفانوس بتاعها. النهارده مثلا تويوتا كرولا فانوسها في التوكيل عامل كام؟ يعني وصل لحد 35 الف جنيه. هل الفانوس ده بيساوي القيمه دي؟ لا طبعا. طيب لو انت بقى معكش عربيه، او لو العربيه اللي معاك مثلا جابت اخرها خالص مفيش فيها رجا، لا انزل اشتري دلوقتي. طب انا هنزل اشتري دلوقتي بالسعر الغالي ده؟ لان انت كمان شويه هتشتريها بسعر اغلى. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا مثلا من 3 شهور، هو انا اصلا سبب ان انا بطلت اعمل فيديوهات ايه؟ لان انا كنت بنصح الناس بقول له يعني سعر النيسان الصني لما وصل لحد 300، تمام، كنت بقول عليه غالي جدا جدا، 320 350 غالي جدا. النهارده بقى 400، وممكن كمان اسبوع، كمان شهر، كمان شهرين يوصل لحد 450 و500 في نيسان صني. فلو انت معكش عربيه وعايز تشتري عربيه، هاتها دلوقتي، لان كمان شويه القيمه بتاعتها هتزيد، او مش القيمه، السعر هيزيد، لكن قيمتها زي ما هي. في السوق المصري حاليا دلوقتي في حاله من الاستهبال ليه؟ اولا مفيش بيع، واللي عنده عربيه عايز يبيعها بسعر يعني خزعبلي، التسعير الرسمي بتاع العربيه غالي، وغير كده وكده التاجر بيحط لك اوفر برايس على السعر الغالي ده، وهو ده اللي وصل الفئه التيبو النهارده. لو انت عايز تشتري اخر فئه السعر الرسمي بتاعها 600. طب هل 600 لما اجي ادفع عليهم 50,000 اوفر برايس، هل 650 دي قيمه الفئه التيبو؟ لا طبعا. 650,000 دول من حوالي 6 شهور كانوا يجيبوا لك عربيه الماني حلوه كمان. فهو الموضوع كله موضوع انت محتاج عربيه، انزل اشتري دلوقتي.
بس محتاج عربيه محتاجها. طب مش محتاج عربيه بس انا معايا فلوس اجيب عربيه، شيل الفلوس دي، ما تشيلهاش في جيبك، لا شيلها في ذهب. مش هقول لك حطها في البنك، لا هقول لك شيلها في ذهب، لان انت لما تشيلها في ذهب الذهب هيحفظ لك قيمه الفلوس. احنا اصلا في زمن صعب وفي ظروف صعبه، ولو انت معاك عربيه ممشياك ففي حاجات كتيره قوي اهم من العربيه اللي معاك. لكن ان انا ابقى معايا عربيه والعربيه مشياني، ولا انا عايز اجيب عربيه موديل 22 فانزل اشتري عربيه بضعف ثمنها وعليها اوفر برايس، وبعد كده العربيه تتخدش منك عايز لها قطع غيار، مفيش قطع غيار، مفيش قطع غيار. يعني انا بقول لك كل الموديلات اللي بتجيلي 22 من افضل او من اعلى العربيات لحد اقل العربيات قطع غيار قليله جدا جدا. لو العربيه دي الشكل بتاعها ما اتغيرش ليها قطع غيار، لكن لو شكل جديد انسى. انا عايز اقول لك حتى العربيات الكوري والياباني اللي كانت مشهوره ان هي عربيات اعتماديه او مشهور ان هي عربيات هتلاقي لها كل حاجه وصيانتها يعني سهله، لا دلوقتي بقى صعب جدا. انا دلوقتي عشان اشتري فانوس ديبو او عشان اشتري فانوس هاي كوبي لعربيه بقى بضعف ثمنه ومش موجود. فالخلاصه في الموضوع دوت، عايز تشتري عربيه يبقى انت في حاجه ماسه انك تشتري عربيه، انزل اشتري دلوقتي عشان السعر هيغلى. لكن لو انت عايز تجدد عربيتك لا هاتها لي المركز اجددها لك وارجعها لك زيرو، تمام؟ وده اعلان يعني عادي براحتي، ده مركزي مفيش مشكله. فهو ده الموضوع. فالفتره اللي جايه ان شاء الله احنا هنحاول في الفيديوهات اللي جايه ان احنا نرشح العربيات. طبعا هنشيل كلمه قيمه مقابل سعر خالص من اي اختيارات لينا، واعمل فيديو للشخص اللي عايز يشتري عربيه. لاني برضو خلي بالك في الوقت اللي انت بتقول فيه ما تشتريش، في ناس تانية عايزه تشتري عربيه. في واحد مثلا معهوش عربيه والراجل هيجيب عربيه قسط، هو يعني خلاص يعني هو ريدي بالامر الواقع، ريدي ان هو يشتري عربيه بسعر غالي زي دوت، فبالتالي هو الراجل مفيش عنده مشكله في كده. فبس عشان ما اطولش عليك، فهل العربيات سعرها هيزيد؟ وارد جدا سعرها يزيد. طب هل هترخص؟ ما اظنش. هل اشتري دلوقتي؟ لو انت عايز تشتري عربيه دلوقتي ومحتاجها ضروري انزل اشتريها دلوقتي عشان ما تشتريهاش بعد كده بزياده 50 و100. هل لو انا معايا عربيه ممشياني بس مش عجباني، لا جددها. جددها، لان العربيه اللي معاك القديمه اللي هي موديلات قبل 2018 17 16 لحد 2010 لحد 2007 او 2008 هي عربيه حاجتها موجوده وعربيه اعتماديه. لكن لو انت هتروح تشتري موديلات 21 و22 مفيش ولا عربيه فيهم اعتماديه، مفيش ولا عربيه فيهم ليها قطع غيار، مفيش ولا عربيه فيهم هتحس ان انت المبلغ اللي دفعته ركبت بيه. اللي خلى السبورتاج واصله مليون وشويه، هل السبورتاج تساوي السعر ده؟ هل انا بمليون وشويه ده كنت بركب عربيه كوري؟ خلاص هو اللي حصل واحنا محطوطين في الظروف اللي احنا فيها دي بس. فانا عشان ما اطولش عليك، ده كان رايي. الاهم من رايي هو رايكم انتوا. اكتبوا لي في الكومنتات لو عندك اي راي مختلف او لو حابب تضيف اي حاجه على اللي انا قلته، هكون سعيد جدا جدا. مش هنوقف فيديوهات الفترة اللي جاية، وهنحاول ان احنا نتكلم بشكل اوضح عن الازمة. كان معاكم محمود عاشور وصباح الفل. Preview.